وحدات من الجيش العربي السوري تنتشر في منطقة ريف الحسكي الغربي وفي منطقة الرقة وريف الرقة الشمالي والقرى والبلدات التي عملت على تحريرها العشائر العربية ومن شاركهم من السوريين والمكونات السورية المتواجدة في منطقة الجزيرة. عملت على طرد ميليشيات قسد الإرهابية كونها نكلت فيها لسنوات طويلة واعتقلت أبنائها وأطفالها وجندت النساء فيها والأطفال. قوى وزارة الدفاع تعمل على تأمين هذه المناطق حاليا، ولكن هون النقطة بدنا نستذكرها. أهلنا في الحسكي أنتوا غالين علينا، ونقطة الدم وقطرة الدم غالية، ولكن ما ننجر خلف الإشاعات اللي من خلفها في غايات وأهداف لتعطيل بنود الاتفاق، لتعطيل هذا الاتفاق. أنت بالنهاية دولة، أنت القوة، أنت صاحب الأرض، أنت اللي بتعطل على كيفك. الدولة هي مسؤولة عن حمايتك، قوى الأمن الداخلي مسؤولة عن حمايتك، وزارة الدفاع مسؤولة عن محاسبة أي حدا بيخل بهذا الاتفاق. العاطفة انجرت وراكم انه نحن اهل الحسكي تركتونا، لا، ما صار وقت توثق بهي الدولة. معقول كل هالامور وهالبنود خلال عام ونصف، منها تحرير ومنها دخول مناطق ومنها توقيع اتفاقات، ما وثقت بهي الدولة انه ما بتتركك لحالك؟ اصلا نحن بنحبكم مثل ما انتم بتحبونا، ونحن محتاجينكم اكثر منا، ولكن رصدت السيرفرات بحسابات وهمية فورا انطلقت خلال ساعتين بآلاف الحسابات انتشرت فورا ونشرت اخبار مجازر هائلة. نعم، سيدنا عمر بن الخطاب قال بما معناه، يعني حتى مخربط لو اشترك العالم اجمع على قتل مسلم وإراقة دم مسلم واحد لقتلتهم جميعا. يعني نقطة الدم غالية، واللي بيشترك فيها بيتحاسب. في 4 شهداء تم رصدهم، ولكن هي 130 شهيد و300 شهيد ومجازر وتصفية عرقية. لا، ما حد عنده جرأة على هذا الأمر، وانت في معك دولة، في ظهرك ناس. أكيد الدولة بتراقب وبتشوف هذا الوضع، وقوى الأمن الداخلي وكلاتنا عم نشوف، ولكن ما بننجر خلف أمور في خلفها غايات. هذا الاتفاق اللي تم التوقيع عليه، انت طلع على بنود وبتعرف بالنهاية لما قلنا سوريا موحدة، سوريا موحدة، سوريا لكل السوريين، سوريا لكل السوريين، ما راح نتخلى عن أي شبر فيها، ولكن كون حذر وواعي ووثاق بهي الدولة وعريفة شو عم تعمل، وانتبه لخطواتك. ما هو دائما النفير العام والهجوم العشوائي هو حل، لا، هو بيوصل لذروة ما واحد بيستخدمه، بس وراك دولة إن شاء الله وتعالى. يعني هلا هون معنا أكثر من 15 شهيد من إدلب، من مناطقنا، من جبل الزاوية، الله يتقبلهم. ما ننسى شهدائنا المدنيين والعسكريين واللي في الأمن العام وغيرهم اللي عم يتم غدرهم وقتلهم ناشطين، هدول من جبل الزاوية من إدلب. طبعا أكيد في شهداء من جميع المحافظات اللي نفروا وروحوا يساعدوا أهلهم في منطقة الجزيرة. حبيت أخبركم في هدول الشهداء اللي وقعوا بعدة كمائن كتير والقنص كتير وغيرها، روحوا ضحية ميليشيات قنديل واستشهدوا. شفتوا أنا كنا سوا وتصورنا مع بعض وشفناهم نحن والشباب وكملنا طريقنا. تفاجأ شفت صورهم بعد بساعتين أنه هني مستشهدين. لذلك تعرف أنه نحن إيد وحدة ونحن معكم قلبا وقالبا. ولما بدك تقول سوريا لكل السوريين بتلاحظ تضحيات السوريين معك، أبناء جبل الزاوية من إدلب، أبناء مدينة إدلب وغيرها، وأكيد من كل السوريين. الله يتقبلهم جميعا. ما نشوف التخوين على السريع، ما نشوف خذلتونا على السريع كذا. معقول لسه ما دفنا أولادنا؟ والله هلا هون ناطرينهم بدهم يدفنوهم. خليكم ايد وحده، خليكم قويين، وانتم عم بتشوفوا الخطوات ثابته بمحلها سياسيا دوليا، وقت اللي بيحتاج الامر رجولي وشجاعه، رجولي وشجاعه. مبارك ان شاء الله لاهلنا، وقسد فقاعه وانتهت. ما بنحكي اكثر من هيك. السلام عليكم.